ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. بس قبل ما نشوف حلقه النهارده زي لما اتعودنا هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ندوس لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك بسرعه ويفعل الجرس على كلمه الكل علشان الحلقه الجديده اول لما تنزل توصل لكم. ويا ريت بعد لما تشوفوا الحلقه ما تنسوش تكتبوا لي تعليق وتقولوا لي عن رايكم وكمان توقعاتكم. انا بقرا تعليقاتكم كلها وبجد بتفرحني جدا. ودلوقتي يلا بينا نشوف حلقة النهاردة. مروان كان ماشي بعربيته وهو مش عارف يروح فين، بيلف في الشوارع وما فيش قدامه غير نظرات الكل ليه بعد لما عرفوا بجوازته. هو صوابع والده معلمة على وشه بعد لما ضربه ضربة قوية، ولسه كلمات والده بترن في ودنه وهو بيقول: روح يا مروان، لا انت ابني ولا اعرفك، قلبي غضبان عليك ليوم الدين. وجده كمان اللي كان على وشك انه يضربه بعصايته لولا وقوف وسيلة قدامه علشان تحميه، كان جواه لخبطة من المشاعر، مشاعر الغضب والندم والحنين. غضب من رد فعل أهله اللي ما كانش يتوقع منهم كل القسوة دي، وندم على تسرعه إن هو عرفهم رغم إن وسيلة خبت عنهم. لكن انهيار وسيلة طير عقله، عمل ايه في البنت دي علشان تتحطم بالطريقة دي رغم إن هو عارف كويس إن هو السبب. مشاعر كانت متضاربة جواه ما يعرفش سببها، هو مش عارف ليه بيراودوا الحنين لطفولته وذكرياتها اللي ما جاتش على باله من زمن طويل. بيفتكر الطفلة دي لما كان عندها 10 سنين وهي بتتجادل مع أخوه في حل مسألة رياضة وبتتضايق منه بسبب تصميمه على حل بطريقة غلط، ولما بينفذ صبرها بتنادي على مروان: يا مروان. مروان وهو مشغول بمذاكرة دروسه: أيوة، عاوزة ايه؟ ممكن تيجي تشرح لنا المسألة دي عشان تعرف معاذ إن غلطان. معاذ بغيظ: انتي اللي غلطانة وهي كده صح. مروان بضيق: انا مش عاوز دوشة، قلت لكم لما اكون بذاكر ما بحبش حد يعطلني، انا عندي امتحان بكرة وسيبوني اركز. وسيلة بصت له بندم وقالت: أنا آسفة، نسيت، ربنا ينجحك وتطلع الأول زي كل سنة. قوم يا معاذ نطلع فوق نذاكر عندنا وبابا هيساعدنا في الحل. وبعد لما طلعت هي ومعاذ ما عدش غير دقايق ورجعت تاني وهي ماسكة كوباية لبن وايديها بتتهز وحطتها قدامه. بصلها باستغراب وقال لها: ايه ده؟ وسيلة بابتسامتها اللي ما كانتش بتفارقها ابدا: قلت لماما تعمل لك لبن عشان تركز، عشان طنط منال لسه ما جاتش من المدرسة. مروان بضيق: انا ما طلبتش لبن، خديه واطلعي تاني. وسيلة وهي بتتحايل عليه: عشان خاطر الجو برد واللبن هيخليك تطلع الأول. ابتسم مروان وقتها وهو بيقول: اللبن اللي هيطلعني الاول؟ خلاص يا ستي سيبيه وروحي بقى ذاكري. بعد لما افتكر الموقف ده ابتسم وقال في نفسه: طول عمرها حنينة ما اتغيرتش ابدا. لام نفسه ليه ما كانش بيشوفها من الاول. حصر نفسه بين دراسته وبين شغله لما قرر انه يعيش حياته الشخصية كأي راجل. ملقاش قدامه غير سارة صاحبة العيون الزرقاء اللي كانت بترافقه زي خياله من اول لما اشتغل معاها في المستشفى. اعجب بجمالها الفتان وبقوة شخصيتها، كانت مميزة بالنسبة له وأدمن وجودها في حياته. ما تمناش يوم انه يتجوز من غير علم اهله، لكن رفضهم الارتباط بيها هو اللي اجبره على كده. لكن دايما كان بيرسم لنفسه موقف قوي يدافع بيه عن سارة لو اهله عرفوا. لكن النهارده ما كانش عارف ماله، لسانه كان متلجم، ما شافش غير عينين وسيلة اللي فيها حزن العالم كله، الحزن اللي كسره. هو لأول مرة في حياته يحس بالكسرة دي هو انه ناقص من جواه. لكن اللي زود انكساره هو وقوف وسيلة قدام جدهم علشان تحميه من غضب جده لما كان عاوز يضربه بعصايته. كل مرة بيشوف موقفها بيستصغر نفسه قدامها، ازاي كل الحب ده جواها وبتدي كل ده في أصعب ظروفها، ازاي ما يقدرش يوقف تفكير فيها. ليه؟ وقتها من كتر التفكير قرر انه يخرج وسيلة من دماغه ويروح لسارة. رجعت جيهان من المستشفى بعد لما والدتها وجوري راحوا علشان يقعدوا مع ميان بدلها، لان هي صممت تكون جنب وسيلة وتخفف عنها. وهي لسه داخله الجنينه علشان تدخل البيت لمحت معاذ قاعد في ركن ضلمه، غيرت اتجاهها وراحت ناحيته ولقيته قاعد سرحان وسند على الترابيزه بكف ايديه. سحبت الكرسي اللي قدامه وقعدت ولقيت الحزن باين على وشه وعلى ملامحه. معاذ بصلها ومش باين عليه انه اتفاجئ. ايه يا جيهان، في حاجه؟ جيهان بمواساة: هون على نفسك يا معاذ. معاذ بحزن: كل حاجه اتدمرت يا جيهان. جيهان
بصيت له بحزن زيه، كل حاجة وبتعدي، ودي برضه فترة وتعدي. صدقني النصيب اتقطع لحد كده بين مروان ووسيلة. هو الله أعلم من حكمة ربنا في كده ايه. هو ميان الحمد لله بقت بخير، وكمان هتخرج بكرة من المستشفى. معاذ بعد تنهيده وجدي اللي حاسس انه هيجراله حاجة، وماما وبابا اللي مصدومين ومش مصدقين نفسهم، هو طنط وداد، هو وسيلة ووائل. العيلة كلها بتتهد يا جيهان، كل حاجة مع الوقت بتتنسي. انت شايل هموم البيت كله. هو مروان عمل اللي عمله ومشي. هو والله يا جيهان مروان وجع قلبي وحزين عليه، هو على الموقف اللي اتهور وحط نفسه فيه. جيهان بحنان، سلامة قلبك يا معاذ. كل واحد فينا بيغلط، وكل واحد بيتحمل نتيجة غلطته. هو أنا متأكدة إن مروان هيعرف غلطه في يوم ويندم عليه. معاذ بصوت حزين، طيب والبيت والعيلة؟ شوف البيت بقى كله حزن وهموم ازاي، تحسي انه مهموم ومكتئب، مفيش شقة غير ومليها الحزن والقهر، وانا مش عارف اخفف عن حد فيهم. جيهان بنظرة اعجاب، هي انت ازاي كده؟ هي ازاي بتفكر في الكل؟ هو اخر حاجة بتفكر فيها نفسك؟ هقولك على حاجة وما تتريقش عليا. بصلها بحيرة وقال لها قولي. جيهان بابتسامة، زمان وانا صغيرة كنت دايما عارفة انك انت ووسيلة هتتجوزوا بعض. استغرب معاذ من كلامها وقال وايه اللي خليكي اعتقدتي كده؟ لان كنتوا دايما مع بعض، كنتوا ثنائي متفاهم في اي شيء عن الارتباط، كنتوا دايما انتوا الايقونة بتاعته بالنسبة لي يعني. بس لما كبرت وفهمت لقيت انه فعلا انت ووسيلة اخوات، والحمد لله انكم ما اتجوزتوش بعض. استغرب معاذ وقال لها هو الحمد لله ليه اننا ما اتجوزناش؟ جيهان بكسوف، هو كده وخلاص. احتار معاذ في اللي بتحاول تخبيه جيهان، وبعدين قلبي سرحان. فعلا يا جيهان انا ووسيلة اخوات، عاملين كده زي قطب المغناطيس، بيكونوا موجب وسالب، واحنا الاتنين متشابهين، فما ينفعش بينا اي تجاذب. ابتسمت جيهان وقالت فعلا عندك حق، بس انتوا الاتنين منتهى الايجابيه، حاجه كده مثاليه بزياده. محدش فينا كامل يا جيهان. جيهان باعجاب، طيب وليه انا شايفاك كامل؟ معاذ بابتسامه، عيونك اللي حلوه يا جيجي. اما في شقه احمد كانت احلام قاعده في سريرها سرحانه وحزينه، وبتفكر في حال بنتها اللي قاعده في اوضتها رافضه الاكل والشرب والكلام. كل ما دخلت عليها الاوضه بتلاقيها بتعيط وعينيها وارمه من كتر العياط، وبتمثل انها نايمه. قلبها كان بيتقطع على بنتها وعلى اللي وصلت له، ولولا رجوع ادهم من المستشفى هو اللي خفف عنهم شويه. دخل عليها جوزها وهو بيقول ايه اخبار اثار؟ احلام بحزن زي ما هي، لا اكل ولا شرب ولا كلام. احمد بتنهيدة حزن، لا حول ولا قوه الا بالله. عمري ما هسامحك يا احلام. احلام بعصبيه، وانا كنت عارفه يا احمد ان كل ده هيحصل. احمد بلهجه قويه، صوتك ما يعلاش تاني في البيت يا بنت عمي، وكفايه لحد كده. طول عمري سكت لك عشان خاطر عمي الله يرحمه، هو بتقي ربنا فيكي. هو انت طول عمرك ما عملتي خاطر ليا ولا العيله؟ احلام بعصبيه برضه يا احمد بعد كل السنين دي وبتقولي كده؟ طول عمري باجي على نفسي عشان خاطر العيله. احمد بغضب مكتوب، قلتلك وطي صوتك علشان الولاد. هو امتى جيتي على نفسك؟ طول عمرك شايفه نفسك احسن من الكل، كلك غرور وتكبر وعنجهيه. احلام بحزن، انا يا احمد كتر خيرك. هو ما تنسيش انه عشان خاطر العيله لسه ابنك مضحي بحته من جسمه علشان بنت اخوك. احمد بتوضيح، علشان ابن اصول زي ابوه، ويكون في معلوم ان الخير اللي عمله ادهم هو اللي رجعلك اثار. في نفس اليوم عرفت تهرب من الكلب اللي كانت متجوزاه، وجت على هنا سبحانه ان لا تضيع اجر من احسن عمل. بس يا قلب ابوها كانت اتدمرت، وانت السبب في كل ده. احلام ودموعها ابتدت تنزل، كل ده علشان كان نفسي تعيش في مستوى راقي وتتجوز حد من نفس مستواها العلمي. احمد بغيظ، غبيه وهتفضلي طول عمرك غبيه يا دكتوره، لان الرجوله بالاخلاق مش بالمستوى العلمي. هو مع ذلك ربنا بيعطينا بالنوايا. هو انت رفضتي وائل انت وبنتك وكسرتي بخاطر الولد، وعلشان كده ربنا كسر بخاطركم. ورغم كل ده عمل بأصله، ولولا انه انقذ بنتك كان الحيوان ده خطفها. ويا عالم كنا هنشوفها تاني ولا لا؟ احلام وهي بتحاول تحافظ على تماسكها، هو وسيلة بنت اخوك ظلمت مين ولا عملت ايه علشان مروان يدوس عليها كده؟ افهم يا احمد انه نصيب، وكل واحد بياخد نصيبه. وسيلة كمان نتيجة غلطة كبيرة، غلطة ابويا انه طلب من مروان يتجوزها، وغلطة مروان انه قبل بكده وهو مش بيحبها. هو ما تقارنيش وسيلة بأثار، لان تربية وجدي الله يرحمه ووداد ما فيش عليها غبار. اما انتي اللي مسكتي هنا كل حاجة واتحكمتي في كل حاجة لما خليتي المركب تغرق. احلام بانهيار، كفاية بقى
كفايه حرام عليك، سيبني في حالي ولا اقولك انا اللي هسيب لك الاوضه علشان ترتاح. وقامت وهي منفعله وخرجت ورزعت الباب وراها بعمر. احمد بعد لما خرجت ربنا يهديك يا احلام. اما بقى عند ساره فتحت عينيها بصعوبه بعد ليله طويله بائسه نتيجه حاله مروان اللي اول مره تشوفه في الحاله دي من يوم لما عرفته. صحيت وقعدت على السرير وهي بتدور بعينيها عليه، لقيته قاعد وصدره عريان جنب الشباك، قاعد على الكرسي ومدد رجله على الكرسي التاني وسرحان وهو بيبص على بره. قامت وقربت منه وبسته من راسه وحطت ايديها على كتفه، رفع راسه وبصلها وهو بيقول صباح الخير. لفت وقعدت جنبه وهي بتقول صباح الحب يا قلبي، ايه اللي مصحيك بدري؟ انا ما نمتش علشان اصحى. ساره بتأنيب انا مش عارفه انت ليه عامل في نفسك كده، بدل ما تفرح يا مورو، مش ده اللي كنا بنتمناه. مروان بعصبيه مش بالطريقه دي، مش ان اخسر اقرب الناس ليا، انا لو كنت عاوز اخسرهم كنت قلت من يوم لما اتجوزتك. انا كان نفسي افضل في نظرهم مروان اللي بيتباهوا بيه. ساره وهي بتبتسم اللي حصل حصل يا بيبي وما تزعلش نفسك، هو بص الايجابيات اللي في الموضوع. مروان بتساؤل وايه بقى الايجابيات اللي في الموضوع؟ ساره بابتسامه كتير. اولا ان احنا اعلنا جوازنا، هو اقدر امشي في المستشفى وفي الدنيا كلها واقول ان انا الدكتوره ساره مدام الدكتور مروان المهدي. دلوقتي هتبات معايا كل يوم زي اي اتنين متجوزين طبيعيين، مش سرقه زي ما كنا. والاهم من كل ده اننا خلصنا من الست وسيله. واول لما ذكرت اسم وسيله ملامحه اتغيرت وبان عليه الحزن وقال بصوت مهموم لو انتي الصادقه وسيله اللي خلصت وارتاحت مني. ساره وهي بتقوم مش مشكله بالنسبه لي، المهم ان انا وبس اللي مراتك. قوم البس، الجو برد وكده هتتعب، ويلا عشان ننزل المستشفى مع بعض. انزل انت، انا مش نازل. بصيت له ساره باستغراب وقالت ليه انت ما عندكش عمليات؟ عندي بس الدكتور بلال هيعملها مكاني، انا مش قادر انزل ولا اشتغل. ساره باستغراب بلال مين؟ بلال الدمنهوري؟ ايوه. ساره بذهول هو ده اللي رجعه تاني؟ مش كان سافر؟ مروان بنفس صبر راجع يا ساره. ساره باستغراب طيب وانا؟ مروان بانفعال هو انت مالك بيه يا ساره؟ هو تخصص وانت تخصص، ولو حصل واتقابلته هيكون في نطاق العمل، واظن انك انسانه متحضره وتعرفي تتعاملي كويس في المواقف دي. ساره بهرتله كانت ناقصه بلال الزفت ده كمان. خرجت هدومها من الدولاب وقفلته بعنف وخرجت من الاوضه. قام مروان هو قاعد على السرير وهو بيحاول ينام يمكن عقله يهدى شويه من كتر التفكير. اما بقى عند وسيله جن جنونه اول لما عرف باللي حصل لاخته وهو رايح جاي في الصاله عمال يسب ويلعن في ابن عمه اللي خان الدم اللي بيربطهم سوا، وهو بيقول قليل الاصل واطي، قسما بالله هجيب لك حقك يا وسيله. رغم حزنها وكسرتها كانت بتحاول تتمسك وتمثل القوه علشان اخوها ووالدتها. قلت لك يا وائل انه خلاص كل شيء انتهى وكل شيء اسمه ونصيب. وائل بعصبيه بالسهوله دي ليه؟ فاكر ان مفيش رجاله وراكي ولا ايه؟ اهدى يا ابني، جدك وعمك عمل الواجب وزياده، اهدى وبطل تهور. وائل بانفعال حق ايه يا ماما؟ انت عارفه يعني ايه يتجوزها وهو متجوز ومخبي علينا؟ يعني ارتصنا كلنا. اللي حصل حصل يا وائل ومهما كان احنا ولاد عم. وائل بانفعال شديد وهو ليه ما رعاش اننا ولاد عم؟ ليه؟ على العموم هو من النهارده لا ابن عمي ولا اعرفه، وقسما بالله لولا خاطر جدي لكنت شفت شقه بره البيت واخدتكم وعشنا فيها، بس انا عامل على جدي ما بيجيش علينا غير اقرب الناس لينا. مرت الايام ورغم كل اللي جواها وجوه قلبها من جرح وخذلان كانت بتحاول تتمسك وكان نفسها تقعد لوحديها تفضل تعيط وتنهي حالها، لكن هي كانت بتقاوم علشان ما تزيدش والدتها واخوها هم لحد بالليل لما كانت بتدخل اوضتها بحجه النوم، وبعد دقايق كان بيخش وراها يا اما والدتها يا اما اخوها. ما تنكرش ان كل واحد فيهم كان بيحاول يعمل كل جهده علشان يخفف عنها ويخرجها من حزنها، وهي كمان قررت انها ترجع لشغلها يمكن تنسى اللي جرالها. وكالعاده دخلت اوضتها وغيرت هدومها ولقيت الباب بيخبط. وائل دخل. ادخل ولا ارجع؟ ابتسمت وهي بتقول انت لسه هتدخل؟ ما انت دخل. دخل وائل وقعد جنبها على السرير. اقسم بالله يا وسيله ان ابتسامتك دي بتنور الدنيا، نفسي تكون قوتك اللي شايفها دي بجد ولا قوه وهميه. وسيله بابتسامه حبيبي يا وائل انا قويه بيك، انت سندي وظهري، اخويا وابويا وصديقي، طول ما انت جنبي كل حاجه تهون. جذبها وائل وحضنها. انت اغلى حاجه في دنيتي يا وسيله، دنيتي بقت انت وماما،
حزنك ده بيكسرني يا وسيلة. وكأنها كانت على الحافة وجواها طاقة كبيرة من العياط. وأول لما حضنها كأن الطاقة دي انفجرت، فضلت تعيط جامد. ويل عينيه دمعت هو كمان، وبعدين كمل وقال عيطي لحد ما تخلصي، لحد لما تهدي وتنسي. فضلت تعيط شوية وبعدين رفعت راسها ومسحت عينيها وبصت له وقالت انا كنت عاوز اطلب منك طلب. وائل بص لها بابتسامه وامري يا حبيبتي. وسيله بحماس انت عارف ان من وقت ما بابا الله يرحمه تعب وانا سبت الشركه هو عاوز ارجع شغلي تاني. وائل بترحيب اشتغلي يا حبيبتي، انا مش معترض على شغلك، بالعكس ما هو مش دي المشكله. اصل واحده كانت زميلتي في الكليه قالت ان شركه سياحه طالبه مرشدين سياحيين معاهم اكتر من 3 لغات، هو دي فرصه كويسه ليه. وائل بتساؤل طيب وفين المشكله؟ وسيله وهي بتهتي في الكلام اصل الشركه دي في الاقصر. وائل بذهول عاوزه تشتغلي في الاقصر يا وسيله بحماس ما انا هاجي اسبوع بعد كل 3 اسابيع. وائل بحيره بس يا وسيله كده كتير. وسيله برجاء علشان خاطري يا وائل الفرصه دي ما بتجيش لاي حد وانا فعلا نفسي وائل بقله حيله اوكي يا وسيله ربنا يوفقك يا حبيبتي. قامت وسيله وحضنته وهي بتقول اقناع ماما بقى مسؤوليتها. حاضر يا ست. اما بقى في المستشفى دخلت ست ما تعديش 50 سنه ودخلت باندفاع لاستقبال المستشفى وهي شايله ولد صغير في ايديها ومغمى عليه. فضلت تصرخ وهي بتقول الحقوني يا ناس. قابلها طاقم الاسعاف واخد منها الطفل واستدعوا الاطباء. مروان بتعجب وهو بيبص للطفل مين؟ مازن. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه للحكايه باقيه. يا ترى مين الست دي ومين الطفل اللي كان معاه؟ هو ليه مروان استغرب قوي لما شافه؟ وكمان يا ترى وسيله هتسافر فعلا ولا لا؟ ويا ترى ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه في بيت الحاج مهدي، بيت العجايب؟ كل ده واكتر لو عايزين تعرفوه استنوني في الحلقه اللي جايه. هستنى تعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني، وكمان هستنى توقعاتكم. وما تنسوش تدوسوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك بسرعه ويفعل الجرس على كلمه الكل علشان الحلقه الجديده اول لما تنزل توصل لكم. بحبكم جدا واستنوني في حلقه جايه جديده.